حقيقي اختراع يستحق التجربة. هتحسي بنكهات مختلفة داخلة في بعضها، يعني شوية جلاش داخل فيه الكريمة، وبعدين هتحسي بطعم القرفة شوية، وهتحسي بطعم السوداني، وبعدين هتحسي بمزازة الشربات. ومن غير اهدار كده بالجلاش المكسر اللي عندك هتعملي احلى صينية مش هتندمي عليها. وقبل ما ندخل على الوصفة بقى، يلا بينا كده نعمل لايك واشتراك، وما ننساش نفعل الجرس علشان يوصلك جديدنا. نخش على المقادير بقى ونقول بسم الله. اول حاجة هنعملها كوبايتين من اللبن، معلقتين كبار من النشا، كيس من الفانيليا، معلقة كبيرة من السكر. قلبي على البارد وحطيه على نار عالية لحد ما يتقل. اطفي عليها وسيبيها تبرد. للشربات كوباية سكر، عليه كوباية مية، ولما يغلي هنوطي عليه ونحط عصرتين ليمون ونسيبه 5 دقايق. بعد ما طفيت على الشربات هحط ربع معلقة من القرفة، كيس من الفانيليا، وكمان شوية زبدة، وهنسيب الشربات يبرد خالص. هتجيبي الجلاش اللي كان مكسر عندك، هتجيبي صينيتك وتدهنيها سمنة، هتسيحي 3 معالق من السمنة وعليهم شوية زيت وننزل بيهم على الجلاش كده. هتدعكيه بالسمنة كويس جدا، وهتبدأي تاخدي طبقة منه تحطيها في الصينية بالظبط كده، وتبدأي بقى تضغطي عليه. حطينا المهلبية او الكريمة اللي احنا عملناها، وهنبدأ نحط طبقة تانية من الجلاش على الوش. شكلها امور قوي. هنرش على الوش سوداني مطحون، وعلى الفرن بقى يا جميلة. وبعد ما احمر من تحت شغلت الشواية من فوق. دلوقتي هنحط الشربات، يكون الجلاش سخن والشربات بارد، ونسيبه لحد ما يبرد خالص وبألف هنا. نقول الحمد لله الذي كفانا وأطعمنا وأوانا. وبكده أكون انتهيت من وصفتي ليكم النهاردة. أقول لكم مع السلامة وفي رعاية الله.